عليكم. الفيديو ده رسالة شكر لقناة الاختراع المصري. فعلا محمد عادل صاحب القناة وعد بجوائز وفى بوعده. هو عمل فيديو قبل كده يا جماعة ونشره على القناة ان اختار 5 فائزين واللي هم اكتر الناس تفاعلا على القناة، واللي كان اسمي طبعا من ضمنهم. انا فعلا فرحت والله العظيم لما الطرد ده جالي. فرحت ان واحد وعدني بحاجة ووفى بوعده، فيعني ده بيدل على مصداقية القناة. خلينا بقى نشوف ايه اللي جوه الطرد. سماعة بلوتوز اللي كان بيعرض فيها في المسابقة. قبل كل فيديو كان بيعمل اعلان كده عن المسابقة ويقول فيها الجوائز اللي يديها للفائزين. فطبعا السماعة دي من حظي انا. خلينا بقى نشوف شكلها ازاي وعاملة ازاي وكده. واو، جميلة بشكل والله يا جماعة. هي دي السماعة، ممكن نطولها حتة او نقصرها. تشتغل بلوتوث من غير اي وصلة ولا اي حاجة. TM010 اتصال بيها. ده اتصال، اشتغلت اهي. تعال الاول نشوف هي فعلا اتوصلت ولا لا عن نفس الالكترون. دلوقتي نيجي نشغل اي اغنية واي صوت. اغنية اهي الاغنية شغالة دلوقتي من السماعة الخارجية. نيجي نوصل السماعة بلوتوث. متصل. نيجي نشغل الاغنية. مفيش الصوت هنا. طبعا مقرب السماعة من الميكروفون عشان الصوت يطلع. اهو شغال وزي الفل. بكل اختصار طبعا بنشكر قناة الاختراع المصري ونشكر محمد عادل، يعني والله العظيم راجل محترم واخلاق وذوق. نشكر قناة الاختراع المصري. طبعا في شوية زراير ممكن تكتشفها بنفسك، يعني لو كنت سعيد حظ في المسابقة اللي هو بيعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وزر الجرس لمتابعة كل ما هو جديد. نريد أن نصل إلى 1,000,000 مخترع عربي بإذن الله رب العالمين.